يا مساء الرضا. معاكم نبيلة، والنهاردة هنتكلم عن فخ كبير، فخ اسمه المظاهر الكدابة. زمان اللي كان معاه كان بيصرف، دلوقتي اللي مش معاه بيستلف عشان يبان انه معاه. احنا ليه بقينا نقيس قيمتنا بماركة لبسنا او بنوع موبايلنا، حتى لو ده على حساب نومنا بالليل واحنا شايلين هم الديون؟ السوشيال ميديا خلتنا نتسابق في مضمار ملهوش نهاية. بنشوف ناس عايشة في فنادق وبتشتري شنط بآلاف الدولارات، وبدل ما نشتغل عشان نوصل لده بجد بنروح نشتري التقليد او نجيب قسط يقسم وسطنا بس عشان ننزل صورة ونقول أنا هنا. إحنا مش بنشتري السلعة، إحنا بنشتري نظرة الناس لينا، وللأسف النظرة دي عمرها ما بتشبع. يا جماعة، الرفاهية الحقيقية هو إنك تكون حر. جنيتك للبنك أو للناس عشان منظرك هي أكبر سجن ممكن تحبس نفسك فيه. هتلبس ساعة غالية وانت خايف من بكرة، فالساعة دي مش بتقدم لك وقت، بتعد عليك دقايق القلق. الاستقلال المادي اللي اتكلمنا عليه قبل كده بيبدأ بإنك تقول لأ، لأ لضغط المجتمع، وأيوة لإمكانياتك أنت، شياكتك بثقتك في نفسك، جمالك في إنك تكوني حقيقية. البراند الحقيقي هو اسمك، حياتك، وراحة بالك. خليش فخ المظاهر يسرق منك عمق اللحظة ممكن تعيشيها ببساطة تكوني فيها أسعد واحدة في الدنيا. معاكم نبيلة، عيشوا حياتكم بجد مش عشان الصور. سلام.